بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا طلبة القانون الخاص سنة ثالثة ليسانس. اليوم رايحين نخش في درس جديد وهو طرق الإثبات والتنفيذ. اليوم رانا مش راح نحكيو على المحور الأول أو المحاضرة الأولى، وإنما رايحين نعرفوا فقط ما معنى ماذا يقصد بطرق الإثبات والتنفيذ، ورايحين نتكلموا عليها بالعامية يعني بالدارجة باش الناس كل تفهم وما تبانلهمش إشكالية واش معناتها طرق الإثبات في القانون وتبان لهم حاجة صعيبة. احنا نقصد بالإثبات في القانون في المجال القانوني يعني إقامة دليل. لازم يكون عندك دليل أمام القضاء. لازم هذا الدليل يكون بإجراءات قانونية يحددها القانون، ما تخرجش عن الإطار القانوني، على وجود أو صحة واقعة متنازع عليه. يعني لازم تكون عندك واقعة اللي قاعد تتنازع عليها، مش توقع دير إثبات قانوني بلا ما عندك حتى واقعة. لازم تكون كاينة واقعة المتنازع فيها أمام القانون تصلح أساسا لحق مدعى به، يعني عندها تصلح هذه الواقعة الأساس تاعها يصلح لوجود حق تسمى تدعي به أمام القضاء. فواضح من هذا التعريف، سما ما نعرف درك من هذا التعريف بأنه وش الإثبات بمعناه القانوني هو يتميز بالخصائص التالية: أنه إثبات قضائي، يعني أنه لازم يكون أمام القضاء ولا عبرة بالأدلة التي تقدم خارج هذا الجهاز، يعني جهاز القضاء. الحاجة الثانية أن الإثبات بمعناه القانوني لا يرد على الحق ذاته، وإنما ينصب على الواقعة القانونية التي أدت إلى نشوء هذا الحق المدعى به، سواء كانت هذه الواقعة عملا قانونيا أو تصرف قانوني. يعني مثلا التصرف القانوني نقول كما البيع والهبة والوكالة، ولا كانت مثلا فعل مادي كما العمل غير مشروع الذي يلزم صاحبه بالتعويض، يعني تعويض الضرر، هذه حاجة باينة، والمتسبب فيه، أو الإطراء بلا سبب. في المحور الثالث أو في الشرط الثالث لازم يكون الإثبات عنده ضوابط وقواعد تنظم هذه الإجراءات القانونية، تلزم كل من الخصوم والقاضي على حد سواء. يعني تلزم القاضي والمدعي على حد سواء ويتعين عليه مراعاتها، يعني عنده قوانين لازم يمشيوا بها. فإذا عجز المدعي، يعني يكون يعجز المدعي على الإثبات في تقديم الدليل الذي رسمه المشرع، هنا وش يدير القاضي؟ هنا القاضي راح يرفض الدعوة. بالعكس، إذا توفرت لديه تلك الوسائل فلا يملك القاضي سوى الاستجابة للطلب تاعو. هذا هو معنى الإثبات في القانون. حاجة سهلة، إن شاء الله تكونوا فهمتوني. المرة الجاية إن شاء الله نخش في المحاضرة الأولى ورايحين نعرفوا بالطرق مبسطة وش معناتها الإثبات، طرق الإثبات والتنفيذ في القانون. يا ربي يوفقكم والسلام عليكم.